نقلت سيارات الإسعاف المتواجدة في استاد مصر فالعاصمة الإدارية الجديدة نجم النادي الأهلي إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي في البطولة الودية. وكشف مصدر خاص لبوابة أهلاوي الإخبارية عن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور اليوم الجمعة. وقال المصدر إن إمام عاشور أصيب بخلع في الكتف. وأضاف مصدر طبي أن التشخيص لا يزال مبدئياً في انتظار الأشعة التشخيصية لبيان الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي. وأوضح المصدر الخاص لبوابة أهلاوي الإخبارية أنه إذا كان التشخيص المبدئي صحيحاً سوف يغيب اللاعب عن مباراة سيمبا التنزاني في ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. وتضم مستشفى الأهلي الآن إمام عاشور ومحمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات. ويستعد النادي الأهلي للمباراة المهمة أمام سيبما التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 5 من شهر أبريل المقبل.